ما خدتش في يوم شبشب من ست الحبايب أو حزام الحج طرقع على جسمك؟ للأسف الضرب هو أسهل طريقة للعقاب عند الأهل، بس هي الأصعب على الأولاد. أنا مش جاي أسخنك على أهلك لأن هم كانوا بيربونا حسب الصح بالنسبة لهم زمان، بس خليك انت بتعمل الصح دلوقتي. ولازم تخلي بالك ان الضرب بيخلي ابنك شخصيته ضعيفة او يبقى عنيد او عنيف. كمان ان ضربك لابنك بيأذيه جسديا، انت اصلا كواحد كبير ممكن ما تستحملش الضرب دوت. كمان ضربك بيأذيه نفسيا لان المفروض يجي يتحمى فيك انت لما يتأذي، بس كده للاسف هيتحمى في حد غريب بدل منك، وبدل ما تبقى انت مصدر امانه هتبقى مصدر اذاه، وهيدور بره عن الحب والامان اللي افتقده عندك. انا معاك ان لازم يكون في حزم وعقاب لما يعمل حاجه غلط، بانك تحرمه من حاجه مش اساسيه، بس مش بالضرب. وكمان خلي بالك ان الصوت العالي والتأنيب والنقد الدائم بيخلي ثقته في نفسه مهزوزة لما يكبر. اتعود انك تتكلم معاه وتناقشه، تحترم رأيه وندور معاه على حل وسط، والأجمل انك تشجعه وتمدحه لما يتصرف صح عشان يبقى تركيزه على التصرفات الإيجابية. وطبعا ما تشجعهوش على أي حاجة هو ما عملهاش عشان ما يبقاش دلع ولما يكبر يبقى مش جامد كده. افتكر ان أولادك أمانة في إيديك ربنا اداها لك، ولازم تكون قد المسؤولية اللي ربنا حطها